حتى لو ما فاز أشرف حكيمي في الكرة الذهبية يظل بنظري أنا وبنظر العرب الخليجيين كابتن إكرامي هو البطل. كابتن محمد هو البطل صاحب الكرة الذهبية بأرقامه وإنجازاته، هو البطل أشرف حكيمي، رغم طبعا عداوة بعض الاسماء له من قبل الجهات سواء الصحف الرسميه او بعض الاخبار. هي مش عداوه بحد ذاته ابو عبد الله، بس ابو حميد بس بقول لك نقطه على الاحصائيات اللي ذكرها اليوم. 26 سنه وحقق هاي الانجازات. تخيل انه هو حقق ايضا بطوله العالم للانديه لانه وصل للنهائي ولكن ما حققها. في عنصريه موجوده في البلندور، اقول لك بكل صراحه. معروف ما يبغون يعطون لاعب عربي هذه الجائزة. ليش؟ لأن في ارتباط عنصري ومسيس بشكل كبير. هي جائزة البلندور اللي هي أفضل لاعب في العالم. لكن أنا أقول لأشرف حكيمي، يعني أنا أقول له أنت وصلت لمرحلة نحن نشوفك فيها ما تقل عن كريستيانو رونالدو بالنسبة لنا، ما تقل عن ميسي بالنسبة لنا. نتمنى استمرارك وأنك تخدم وطنك والمغرب في الاستحقاقات القادمة، بالإضافة إلى استمرارك على هذا المستوى. وأوصي على والدته. ارتباطه اللاعب هذا مرتبط بشكل كبير مع والدته ومع أسرته، لذلك نحن شفنا هذا التوفيق اللي إياه من رب العالمين إن شاء الله، ومن دعاء الوالدين. وإن شاء الله إذا فاز بنحتفل، وإذا ما فاز، لأن هذه الجائزة جائزة مسيسة وعنصرية لرؤساء الصحف الرياضية اللي في الغرب، ما يختارون اللاعب العربي دائما ويختارون اللعيبه اللي لهم اجندات معاهم. بالضبط. انا ما راح ادش في تفاصيل البلندور، لكن اقول لك اياها الامور واضحه. بالنسبه لي انا اشرف حكيمي اكبر من البلندور ان شاء الله. نشوف الصوره الثانيه مشاهدينا الكرام. للمره الثالثه تم ترشيح طبعا الحارس الاسطوري بونو، ويجي واحد يقول لك لا بونو مش افضل حارس عربي وافريقي. لا والله، هاي ثالث مره يدخل من منافسات الترشيح من ضمن أفضل حراس العالم. بونو قيمة فنية كبيرة، انطلق مع الوداد، أتى من كندا، وفي رادس أمام فريق الترجي غادر فريق الوداد إلى أوروبا، وانطلقت طبعا من أوروبا إلى فريق الهلال السعودي، تألق في كأس العالم. بونو مهما نتكلم عنه كابتن محمد تقي يظل الحارس الأول الاسطوري العربي الافريقي العالمي باذن الله تعالى. بونو قيمه فنيه واضافه لفريق الهلال وتجديده مستمر ومطلب للهلاليين مع بونو، وكذلك اضافه كبيره للمنتخب المغربي الشقيق. بونو افضل حارس في العالم حاليا، افضل حارس في العالم. واسال جمهور الهلال عن هذا الحارس اللي ما كمل سنتين عندهم. شوف الحب اليوم اللي يرتبط بين جمهور الهلال وبونو.